السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده مع بعض اعادة تدوير اللحمة المسلوقة اللي بنعملها وولادنا ما بيرضوش ياكلوها وبتفضل موجودة ومنبقاش عارفين هنعمل فيها ايه. هنعملها النهارده بطريقة حلوة بحيث ان هي تبقى مغرية ليهم ياكلوها ونستفاد منها علشان خاطر ما ترميش. دي لحمة مسلوقة هي بايتة زي ما انتم شايفين ودهون عليها خلاص. ومسكت الشوربة اخدتها بالشكل ده، شلتها عشان اعمل بيها اي حاجة تحط عندي في الفريزر تحت طلبي، مكرونة بشاميل، سي فود، اي حاجة انا عايزاها. وهجيب البصل اقطعه 4 بالشكل ده كبير، ويا دوب هديله تشويحة، مش هحمره ولا اي حاجة. وبرده لو في فلفل الوان هيكون لطيف خالص، مفيش مشكلة. ممكن تحط قرن شطة حار لو انت حابة مثلا يكون حار. هحط ورقتين لورا، احط حبهان هطلع القلب بتاعه، احط حبايه ولا حبايتين اطلع القلب بتاعهم خلاص. واشوح كله على النار بالشكل ده، وابتدي بقى انزل بالفلفل الاسود بتاعي وشويه سكر وشويه ملح. بعد ما اديهم تشويحه كده تمام، اقوم مطلع قلب الحبهان وحطيت فلفل اسود او ابيض المتوفر عندك، وشويه الملح وشويه سكر صغيرين، وهقلبهم كلهم كده مع بعض لحد ما يتبالوا شويه، مش كتير، مش عايزه احمرهم خالص، انا بس عايزه اديهم صدمه ان هم يتبالوا شويه. واكون مقطعه اللحمه بالشكل ده، وهاجي نازله بيها على طبعا كل ده هيتبل مع بعضه. دلوقتي انا هغطي عليهم، مش هقلب ولا اي حاجه، انا هسيبهم كده وهاجي مغطيه. وبعد شويه هلاقيهم كلهم دخلوا في بعض بالشكل ده، هديهم تقليبه لحد ما تنشف وتصفي يعني الميه كلها السوائل اللي فيها. اكون عامله المكرونه دي ما بتتسلقش، هعملها على طول. وهنيجي مقدمهم كده مع بعض، يبقى طعمهم لطيف وظريف وفي نفس الوقت مغذي. ما خليتهاش نشفت او مثلا لحمه مثلا يعني ايه بوظتها او كده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.